هولندا المغرب جوج منتخبات اللي كيعرفوا بعضياتهم مزيان، واكيد ما كاينينش شي فوارق كبيره بيناتنا في الطريقه ديال اللعب. رونالد كومان ومحمد وهبي تقريبا كيعتمدوا على نفس الاسلوب، البناء من الخلف والسرعه في التحولات، وكيلعبوا بزاف على الاطراف، وكيتميزوا كذلك بالضغط العالي. اللي ممكن يشكل الفريق هي السرعه واللياقه البدنيه. الا ردينا البال التشكيله ديال المنتخب الهولندي غنلقاو عندهم 15 لاعب كيلعبوا في الدوري الانجليزي الممتاز، وكلنا عارفين الريتم ديال الدوري الانجليزي، الشيء اللي كيعني اننا غنلعبوا قدام منتخب سريع وواجد بدنيا. وبطبيعه الحال المدرب محمد وهبي غيكون موجد لجميع السيناريوهات. النقطه الوحيده اللي خايف منها هي تضييع الفرص، خصنا نستغلوا الكواري اللي غيجيونا، واكيد هولندا دفاعيا ماشي هي هايتي ولا اسكتلندا، وحسن تم الدفاع ديال المنتخب البرازيلي، واكبر دليل في التصفيات ديال اوروبا تماركوا عليهم 4 الاهداف فقط في 8 ديال المباريات. وشخصيا كنشوف ان المقابله يقدر تحسن في الاشواط الاضافيه ولا ركلات الترجيح. الا جينا نشوفوا مثلا المقابلات ديال هولندا في الادوار الاقصائيه ديال كاس العالم، غنلقاوهم خسروا تا ماتش من 2010 في الفينال اللي خسروه ضد المنتخب الاسباني بالهدف ديال انيستا في الاشواط الاضافيه. في 2014 خسروا في نصف النهائي مع المنتخب الارجنتيني بركلات الترجيح. نفس الشيء في 2022 خسروا كذلك مع الارجنتين في الربع بركلات الترجيح. واخر مثال كان في اليورو اللي فات، خسروا بصعوبه كبيره في نصف النهائي ضد المنتخب الانجليزي في الاشواط الاضافيه، الشيء اللي كيعني اننا امام منتخب عنيد وصبور. كنتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني، وما تنساوش تخليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات، ونتلاقاو في الفيديو الجاي باذن الله، والسلام عليكم.